عبر لاعبو النادي الأهلي المصري لكرة القدم عن احتجاجهم على الاتحادين الدولي والقاري للعبة عبر رمي ميداليات نهائي رابطة أبطال إفريقيا الذي توج فيها الوداد المغربي باللقب. المزيد في ورقة أم كلثوم بن زايد. هذا غير عادل، هكذا عبر رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب عن غضبه الشديد عقب خسارة ناديه أمام الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لحظة استلامه الميدالية الفضية من طرف رئيس الفيفا. أما اللاعبون فقد قرروا رمي ميداليات المركز الثاني في الأوساط الرياضية العربية والإفريقية، والتي اتهمت المسؤولين على الهيئة الكروية الإفريقية بعدم الاحترافية في تعيين مكان إجراء النهائي قبل انطلاقة المنافسة مثل ما تفعله باقي الهيئات القارية، لتبقى الكرة الإفريقية تتخبط في دوامة الفساد والكولسة إلى حين.